ينفعش تبقى بتشتغل في حاجه انت مختلف فيها من غير ما تبرز اختلافها. لازم تبقى بتوري الناس انت ليه مختلف، انت ليه احسن، ايه الفرق ما بين منتجك واي منتجات تانية موجوده في السوق. وجالنا كمان استفسار جديد. واحدة بتقول مشروع بتاع تصنيع مستحضرات تجميل طبيعية. تقول أنا صاحبة مصنع صغير بيصنع المستحضرات التجميل الطبيعية زي الصابون العضوي والزيوت الطبيعية. المشكلة إن السوق مليان بمنتجات تجميل بأسعار أرخص طبيعي، وناس كتير مش فاهمة الفوائد الصحية لاستخدام المنتجات الطبيعية، وده مأثر على المبيعات. أكيد. إزاي أقدر أوصل للسيدات اللي بيدوروا على منتجات تجميل صحية وطبيعية؟ هل أحتاج أعمل حملات توعية أو أركز على تسويق المحتوى لإقناع العملاء بالفوائد؟ هل محتاجة طرق تسويقية تركز على تمييز المنتجات الطبيعية عن المنتجات التجارية؟ طبعا انت محتاجة كل ده، طبعا انت لازم تبقي بتعملي كل ده، وده البيزك. يعني خليني اقول لك ان انت اذا كان البيزنس كان شغال معاكي في الاول من غير الحاجات دي فده كان يعني حظ، لكن هو البيزك اللي انت بعتاه ان انت لازم تبقى انت بتعملي محتوى هادف يبين للناس اللي بتخش على الصفحات بتاعتك، او يبين للناس اللي بتقعد بتقرا على المنتجات دي على الانترنت كده. فده البيزك. يعني دي مش روشته، على قد ما انت لازم تبقى فاهمه ان ده احد الاعمده الاساسيه لشغلك. ما ينفعش تبقى بتشتغل في حاجه انت مختلف فيها من غير ما تبرز اختلافها. لازم تبقى بتوري الناس انت ليه مختلف، انت ليه احسن، ايه الفرق ما بين منتجك واي منتجات تانية موجوده في السوق. ينفع بقى هنا نديك فيه روشته. تمام. هو مين اللي بينصح الست او بينصح الراجل او بينصح المستهلك انه يحط كريم على وشه، او انه يستخدم انواع معينه من الصابون او الى اخره؟ دي الفئات اللي لازم انت تبقى تستهدفها. من اول الدكاتره بتوع البشره لازم تبقى انت في علاقات معاهم بشكل مباشر، تبقى بتعمل سامبلنج او بتعمل هناك منتجات تبقى بتحطها سايب منها حاجات معينه يبقوا بيفرقوها للزبائن بتوع العيادات بتاعتهم. كمان الجماعه بتوع الكوافيرات ومراكز التجميل والسبا والحاجات دي كلها، مفيش ما يمنع ابدا ان انت تبقى بتحط منتجاتك هناك. انت لما تروح لكوافير معين او انت بتروح ودور على الاسامي، مش لازم الكبيره قوي، بس ممكن تدور على الاسامي المتوسطه والصغيره لو انت عايز ان انت تبقى توسع وتتفق معاهم على ديلات. مفيش ما يمنع ابدا ان انت تبقى بتسيب عينات من حياتك هناك تبقى بتتفرق مجانا. يعني بدل ما فلوس التسويق دي انت تبقى بتضيعها على ان انت تعمل فلايرز، او انت تبقى بتستخدم حملات استهدافها على الانترنت مثلا ما تكونش كفء لو انت ما عندكش حد بيعمل لك التسويق بشكل قوي، فتقدر ان انت تبقى بتطلع العينات دي على انها البادجت بتاعه التسويق للمراكز بتاعه التجميل للدكاتره بتوع البشره. اعتقد الموضوع دوت هيفرق معاك بشكل مباشر. سيب بياناتك هناك، سيب حاجتك هناك، سيب عيناتك موجوده هناك. وممكن كمان مع المراكز الكبيره تبقى بتسيب مندوب عنك. مفيش ما يمنع خالص ان يبقى تاخد بوث عند دكتور او تاخد بوث عند مركز تجميل او سبا، ويبقى فيه بنوته لطيفه، ولد شكله شيك، وبيقعد يشرح للناس وبيجرب لهم ايه المستحضرات دي وايه فوائدها، واحنا بنستخدم ده من خامات طبيعيه، احنا بنستخدم ده من منتجات موجوده في الطبيعه، اثره على البشره شكله عامل ازاي. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. كمان ممكن تبقى بتستخدم اساليب التسويق اللي شويه ممكن هتبقى اغلى، بس هي مهمه. لو انت عندك مستشار تسويق يقدر يساعدك، او حد يقدر يشتغل معاك في موضوع التسويق، شركه معينه، حد حتى فريلانسر يبقى بيربطك بالجماعه الانفلونسرز، مفيش ما يمنع. شوف الناس اللي بتشتغل بقى في الفاشون، وشوف الناس اللي بتشتغل في الجزء دوت، حاول ان انت تعمل معاهم شراكات، وحاول ان انت تبقى بتستخدمهم، لان دول بيبقى عندهم قوه كبيره قوي، بيقدروا ياثروا على جمهور كبير قوي. المرحله الاولانيه ما تعملش كل ده الا لما تبقى باني اسم. يعني ايه تبقى باني اسم؟ يعني لازم يبقى منتجك ليه لوجو، ليه اسم، ليه براند ايدنتيتي كامله. يعني لازم المستشار التسويقي بتاعك قول له احنا محتاجين براند ايدنتيتي كامل، من اول الاسم للوجو للشكل البصري بتاعك لشكل الالوان وهكذا، بحيث ان انت لما تبدا تشتغل سواء مع مؤثرين، سواء مع الدكاتره، سواء مع السباز او المراكز التجميل، نقدر هنا ان اسمك يتردد، الناس تبقى عارفه شكل اللوجو، والناس تبقى عارفه اسمك بيتردد معاهم على طول. فان شاء الله يبقى اللي انت بتعمله ده كله يرفلكت على ان انت تبقى براند ريكوجنيشن، يعني يبقى الناس فاكراك، الناس تعرف اسمك، مجرد ما يشوفوا كده خلاص عرف ان هي دي البراند الطبيعي. مع الوقت هتبقى الموضوع بالنسبه لك سموث، وان شاء الله اعتقد كده ممكن تبقى بتتحرك على اول الطريق. يا رب اكون ساعدتكم ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق. اشوفك على خير. يلا ابعتوا لنا.